يا صباح الفل والياسمين والهنا والروقان وكل حاجة حلوة على عيونكم، أو مساء الجمال كله على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. لو أول مرة بتتابعوني وبتشوفوني، أنا معاكم ريهام. يا ريت تفرحوا قلبي بلايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان خاطر تشوفوا معايا كل جديد و... ويا رب تجربوا كده الطريقة. النهاردة معايا ستريبس هنعمله بطريقة حلوة قوي، ان شاء الله تجربوه هيعجبكم، وهستنى طبعا كومنتاتكم وتقولوا لي اللي انتوا جربتوه وايه رأيكم. اول حاجه طبعا زي ما قلنا، بعد ما خلاص بقى يعني خلاص حطيناه في مصفى واتصفى وزي الفل. هنا معايا كوبايه دقيق، معايا كوبايه لبن. المفروض يكون لبن، لبن رايب. لو مفيش لبن رايب بجيب معايا كوبايه لبن، بحط عليها عصره ليمون واسيبها شويه وبعد كده بشتغل بيها عادي. هنا اللهم صل على النبي، كان صلى على النبي. هنبتدي نحط كوبايه اللبن بتاعتنا، لبن رايب بقى لبن عندك عادي اتعاملوا عادي، بده او ده زي الفل. انا ما كانش عندي رايب، حطيت لبن عادي وعليه عصره ليمونه شويه ورحت نازله. طبعا هنا زي ما انتم شايفين حطيت كوبايه اللبن ومعايا بيضتين، اهو بضربهم كويس جدا بالمضرب. زي ما انتم شايفين هتضربوهم كويس جدا. ومعايا الفراخ على جنب ومعايا التوابل بتاعتي ومعايا كوباية الدقيق. هنا بعمل اهو زي ما انتوا شايفين اللبن مع البيضتين، وهنزل بكوباية الدقيق. ونصلي على النبي كده يا جماعه، طريقه حلوه جدا، والستريبس دوت الاطفال بيحبوه، وهتعملوه في البيت بطريقه نظيفه واحلى من المحلات بكتير. هنا زي ما انتم شايفين انا بس كنت يعني ما حطيتش التوابل كلها لان انا كنت مكتره التوابل، وهعمل كميه حلوه مش قليله. يعني انتوا ممكن لو عندكم نص كيلو هتعملوا باقل من اللي انتوا شايفينه. يعني شوفوا كوبايه دقيق وما شاء الله هتعمل معايا كميه حلوه جدا. اللهم صل على النبي. حطيت التوابل بتاعتي، معلقه ملح، معلقه، انا بقول لكم ايه، معالق، معلقه على اساس ان انتوا مش هتعملوا كميه كبيره طبعا، لكن انتوا هتعملوا كميه كبيره فانتوا هتزودوا المقدار. معلقه ملح، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسود، معلقه بيكنج باودر، معلقه نشا. لو ما عندكيش بيكنج باودر اتعاملي مع النشا بس، ما عندك بيكنج باودر مش عايز حطي نشا، اللي انتي موجود اتعاملوا. يعني الجيش قالك اتصرفي، فاللي هو ايه يعني ما تقفيش ما تقوليش لا ده مش عندي خلاص مش هعمل الوصفه باللي عندك، اتعاملي. انا كان عندي البيكنج باودر وكان عندي نشا فحطيت الاتنين، طلعت تحفه يا جماعه بجد، طريقه حلوه جدا. فلو انت عندك الحاجه اشتغلي، ما عندكيش نشا عندك بيكنج باودر مش هتقولك لا. زي ما احنا قلنا التوابل بتاعتنا فلفل اسود، بصل بودره، بابريكا، ملح، معلقة نشا. بصي حطي توابلك ومعلقة توم باودر، هتخليها في حتة تانية. وحطيت معلقة كركم، خلاها حلوة قوي. بس وقلبت كله في بعضه وسبتها يوم بليلة. انت عايز تسيبيها ساعة ساعتين في التلاجة زي الفل. سبتها يوم بليلة في التلاجة، وتاني يوم زي ما انتوا شايفين جبت معايا بقسماط كريسبي. عايزة تجيبي اللي هو الكورن فليكس وتضربيه كده في الكبة ضربة كده وتشتغلي بيه زي الفل، هيبقى حلو جدا. عندك بقسماط ايوه عايز تعملي بيه زي الفل. بس عايزه اقول لكم انا لما بس هي عشان الطريقه تبقى صح، لا كورن فليكس لا الا زي ما انتم شايفين البقسماط الكريسبي ده انا جايباه من عند العطار، بيتباع عنده. بس هو بيكون مقرمش قوي قوي زياده عن اللزوم، فانا عشان خاطر ما يبقاش ناشف على الاطفال وكده، ضربته ضربة كده في الكبة، نعمته شوية وكده. لان ايه عندي بنوتي صغيرة فبتقولي ماما بيبقى كريسبي قوي فبيوجع لها اسنانها، لسه طفل صغنونة يعني. فبروح ايه عاملاه كده ضربة في الكبة وبيطلع معايا ناعم زي ما انتوا شايفين، وبيبقى زي الفل. بس وهنا بقى طلعته خلاص من التلاجة. هتتعاملي بقى بايدك، تتعاملي بشوكة زي ما انا حاولت انا وريتكم بالشوكة وهوريكم برضو وانا بعمله بايدي. زي ما انتي شايفة كده بتطلعي بالشوكة وبتعملي ايه وش وظهر كويس جدا. عايزه اقول لكم يا جماعه بصوا الحاجات لما تتعمل في البيت بتبقى حلوه وفيها بركه، احسن ما تشتروها من بره وانتي مش ضامنه المكان اللي انتي جايبه منه. يعني دايما بصراحه اما بكون بعمل سواء لبنتي او لشغلي، بحب قوي ابقى معتمده على الحاجات اللي فيها لبن وفيها بيض فيها زبادي. انا عندي مثلا بنوتي ملهاش في الالبان قوي والحاجات دي، فبحاول بقى الحاجه اللي هي بتحبها ادخل فيها عناصر غذائيه عشان تبقى حاجه مفيده ليها وصحيه. وزي ما بعمل لبنتي بعمل لشغلي، يعني عشان الاطفال بره. يعني انا بعشق حاجه اسمها الاطفال، ربنا يا رب يخلي ولادكم ويخلي لي بنتي، امين يا رب.
فزي ما انتوا شايفين عملت هنا بقى بايدي. اول مره كانت بالشوكه اول مره بايدي. انتوا لو في البيت طبعا هتتعاملي عادي خالص بايدك، لان ايدينا دايما على طول، يعني أنا في الاساس في المطبخ ايديا دي على طول غسلاها وخليها ايدي زي الفل. فالنظافه دي حاجه مهمه. بس طبعا خلاص خلصت، وتسيبيه شويه مثلا نص ساعه في التلاجة، وهتجيبي زيت غزير على النار، او لو عندك اير فراير اللي على حسب انتي بتحبي تحمري في ايه. انا هنا جبت زيت غزير على النار سخن جدا، وهنزل بالقطع الكريسبي الستريبس بتاعتي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله زي اللي بتجيبوه من بره واحلى. حاجه ضمناها، حاجه معموله في البيت، حاجه هتاكليها لعيالك وانتي مطمنه. شايفين اللون ما شاء الله، قمر قمر قمر، تحفه. ناقص بس تيجوا تاكلوا معايا. جربوها هتعجبكم جدا. الاطفال بيحبوا الحاجات دي قوي، بتروحوا بره تشتروها بمبالغ. لكن وانتي ممكن تعملي بكميه باقل، نص باقل حاجه عندك نص كيلو هيرمي معاكي، لان احنا بنقطع القطع رفيعه. هوريكم اطباق عملتها شيلها في الفريزر لشغلي. زي يعني انتوا ممكن تعملوها، انتوا تفرزوها فرزن حاجات تبقى عندك جاهزه. وبس كده، والفيديو بتاعي خلص. يا رب يكون عجبكم.